غطاس أيتما ديسما. تحية طيبة وشكرا للجميع. الكوفيون واللي كيتزعموهم إسلاميين وبقايا أيتام القومجية وقفوا مع حماس، طبعا من خلفيتين: خلفية إسلامية وخلفية عروبية، دينية وقومية، إن لم أنقل عرقية. نقدروا نلتمسوا لهم الأعذار، لأن الإخوانجية السنيين وحماس هي الجناح المسلح للإخوانجية. القومجيين كذلك كيقولوا فلسطين عربية وكيدافعوا على قضية عربية من خلفية عرقية قومية، واخا السلوكات ديالهم والمواقف ديالهم فعلا منحطة أخلاقيا ومنحطة سياسيا، ولكن من يخرجوا يوقفوا مع إيران هنا كي ندخلوا لواحد الحقل آخر. انتم السنيين وهما الشيعة، انتم كتقولوا العرب واخا عايشين على أرض أمازيغية، وانتم الأمازيغ راه مأونون فيكم لأنها الأرض أمازيغية، وكتمشيو توقفوا مع الفارسيين اللي كتنعتوهم، اللي كان الصراع بين صدام أو العراق وإيران كنتو كتنعتوهم بالمجوس. استسمع. وكتكفرون طبعا، ونتحدى اي سني يخرج يقول لي بان الشيعة راه خوتي. تكذبوا على الناس، تكذبوا على الاميين، تكذبوا على الناس اللي مساكن كيتجيشوا عاطفيا. ولكن كيقول لك انا مع ايران. هذا زعيم سياسي، زعيم سياسي وكان رئيس حكومة، والمغاربة رئيس حكومة كيخرج كيوقف مع إيران حيت كتصيفط الصواريخ لإسرائيل، وهو كيعرف بأن إيران واقفة مع البوليزاريو وكتسلح البوليزاريو وكتدعم الجزائر ضدنا. ودابا ملي البوليزاريو هاد الكيان العروبي العيدين، راه دوك القوميين العروبيين راه كيساندوا الطرح ديال ما يسمى، هذا هو الكيان ماشي إسرائيل دولة معترف بها دوليا. الكيان العروبي اللي بغى يحط لنا واحد الدويلة في أرض أمازيغية وسماها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. جمهورية وعربية. شوف السفالة، شوف الانحطاط، شوف الجرأة، شوف تكوين بيت انك تجي حتى الارض الامازيغيه وبغيت تاسس واحد الكيان عروبي. ما يمكنش نهائيا الجغرافيه تقبله. ودابا منين هذا الكيان هذا العروبي عنصري كيضرب شي قذائف على السماره، هاد الكوفيين وهاد العيانين هادو، الناس هادو اللي ما كيعترفوش بالاوطان لانه عندهم مشروع، الاخر كانوا عندهم مشروع ديال العالم العربي. والاخرين الخلافه الاسلاميه مساكن باقيين ناعسين كيحلموا بالقرون الوسطى رغم التاريخ، وتجاوزهم الباقيين هما ساكنين في القرون الوسطى. هاد الناس هادو خاصهم يخرجوا ويعطيو الموقف ديالهم الحقيقي من بلادهم ومن القضايا ديالها. واش غيدافعوا عليه؟ هاد الناس هادو خطيرين، هادو بحال داك ويحمان وداك الهناوي وداك الغالي وداك الهضراوي، الناس كلهم خطيرين. راه كيتبادلوا الادوار بحال واحد داير راسو صحافي هو يوتيوبر، واحد داير راسو حقوق الانسان وديك الجمعيه حقوقيه كتدافع على العرب وعلى العربيه وعلى القومجيه، معروفه التاريخ ديالها ومعروفه المواقف ديالها
وهذوك الاخوان الجيرة معروفين كيعاديو الامازيغيه اللي هي بنت هذه الارض هذه، واللي هي الهويده. كيعاديو ملي كتعادي الامازيغيه كتعادي الوطن. مابقاش نناقشوا القضيه. هاد الارض امازيغيه كتعادي الامازيغيه كتعادي الوطن. صافي. الامازيغيين والحركه الامازيغيه مع الدفاع على هاد الارض هذه، حيت الارض امازيغيه، ما يمكنش امازيغي ما يدافعش على الارض. والامازيغ هما اللي سقاو هاد الارض بالدماء ديالهم. بغيتي ما بغيتيش التاريخ كيتحداك. كلشي المعارك، كلشي بغيتي ما بغيتيش، خودا كيما بغيتي. الامازيغ هما هزوا السلاح ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني. بلا ما ندوي على الامبراطوريه الامازيغيه اللي دازوا كلهم بزاف ديال الناس اللي هزوا السلاح امازيغ. علاش؟ حيت هاد الارض امازيغيه وميمكنش يدافع عليها غير اللي مرتبط بهاد الارض هادي. اما اللي كيعطي واللي كيطرح اصول خارج هاد الجغرافيا هادي، ما هاديش ما الدنيا هانيه. عنده واحد المشروع كيتجاوز هاد الارض وكيتجاوز هاد الحدود هادي. يلا خرجوا الكوفيين اللي مصدعين راسنا مستعمرين الشوارع ديالنا، وتستعرضوا العضلات ديالكم على الدوله المغربيه وعلى النظام المغربي وعلينا حنا. وشعاركم اللي دواء ياكل. ولكن في الاخر نتوما اللي غتاكلوا الدواء وغادي تحطوا على الجانب، لان التاريخ غادي يتجاوزكم، وهاد المواقف ديالكم غادي تطحنكم مستقبلا. نسالي هاد الحروب الشرق الاوسطيه اللي كتنتعشوا بها وكتنتعش بها الايديولوجيات ديالكم. ايو زنون تنميرت نطاس هاتي كان يقتلنا وكوشن. تحية طيبة وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. أزول ولا زول البتة.